أعزائي المشاهدين، برحب بكم في الحلقة 59. النهاردة هتكلم معاكم عن الأكثرية من المؤمنين بالمسيح في مصر عبارة عن حبة جهال وعديم الفهم، وكل ده بالدليل من الإنجيل. وصلي كده قول له: يا رب من فضلك عرفني وفهمني، خليني يا رب إن أطلع من الجهل وعدم الفهم أتبعك بالروح والحق، الروح القدس وكلمتك الإنجيل. من كام يوم كنت بتكلم مع قسيس متفرغ، فبحكي معاه وبقول له كده: يا حضرة القسيس، ايه رأيك لو واحد مؤمن راح بيت دعارة، بس ما مارسش الدعارة وما شربش الحاجة اللي هم بيشربوها ولا عمل الحاجة اللي هم بيعملوها؟ قال لي: لا دي خطية. قلت له: طب يروح ولا ما يروحش؟ قال: لا ما يروحش. فقلت له: حضرتك انت عارف مين هو الشخص دوت اللي بيروح بيت دعارة؟ قال لي: مين؟ قال لي: انا عرفت. قلت له: المؤمنين العديم الفهم، الجهال اللي بيروحوا الكنيسة الأرثوذكسية الزانية روحيا. يروحوا بقى ليه؟ بيروح علشان يرضي مراته، السرير يعني، بيروح علشان يرضي حماته، بيروح علشان يرضي حماه، بيروح علشان يرضي ابوه، علشان خاطر يرضي امه، علشان يرضي حد من عيلته، يرضي اخته اللي بتصرف عليه، يرضي اخوه اللي بيديله معونه. ان كنت ارضي الناس لم اكن بعد عبدا ليسوع المسيح. امبارح استفزني شخص للاسف الشديد مؤمن وابوه ماسك منصب في الكنيسه الانجيليه الرسوليه. اتفاجئت ان بيقول لي ان عم طفله في كنيسه ارثوذكسيه. فقلت له: ليه كده؟ ليه تغيظ الرب؟ انا ما غصتوش. قلت له: انت غصته. لما تروح تخلي واحد ايديه نكسه بيسبح للعذراء، بيمجد العذراء وبيسجد للعذراء وبيتشفع بالعذراء وبيقف قدام ايقونه العذراء ويبخل لها، وكل ده زنا روحي، ويعمل ندور للعذراء، ده اسمه زنا روحي. ازاي تخلي واحد زاني روحيا ايديه نكسه يحط ايده على بنتك او ابنك؟ ازاي تعمل كده؟ انا زعلان وما قدرتش اشرب حاجه عنده، مش قادر. حسيت بجوايا حزن رهيب جدا. قلت له: انا متضايق. قال: لا ما تزعلش. قلت له: ما تزعلش ايه؟ ده الرب زعلان منك. ما تزعلش ايه؟ فسبته ومشيت متضايق جدا. ده حال الاكثريه من المؤمنين في مصر للاسف الشديد. عايز يرضي مراته عشان السرير، عايز يرضي حماته علشان ورث ولا علشان اي حاجه تانية، عشان طبعا حماته لو زعلت مراته هتزعل، السرير باظ عنده. عايز يرضي حماه، عايز يرضي الناس. ان كنت ارضي الناس لم اكن بعد عبدا ليسوع المسيح. عايز يرضي اخته علشان خاطر ياخد منها فلوس. ليه كده؟ مين اغلى عندك؟ المسيح ولا حماتك؟ المسيح ولا مراتك؟ المسيح ولا السرير؟ المسيح ولا اختك اللي بتديك فلوس؟ المسيح ولا اخوك اللي بيقوم بالمعونه بتاعتك؟ المسيح ولا ابوك ولا امك؟ مين اغلى فيهم؟ فده اسمه جهل وعدم فهم. اسمع كده وافتح معايا سفر الامثال صح 7 وعدد 7. اسمع كده: هو فرأيت بين الجهال، لاحظت بين البنين غلاما عديم الفهم، عابرا في الشارع عند زاويته، وصاعدا في طريق بيته، في العشاء، في مساء اليوم، في حدقة الليل والظلام، وإذ بامرأة استقبلته في زي زانية وخبيثة القلب، صاخبة هي وجامحة في بيتها، لا تستقر قدماها، طار في الخارج وأخرى في الشوارع، وعند كل زواياها تكمن. فأمسكته وقبلته وأوقحت وجهها وقالت له: على ذبائح السلامة اليوم أوفيت نذوري. النذور اللي بتروح تقدم للعذراء. طبعا حضرتك بتشوف النذور وبتشوف السجود للقسيس، وممكن انت كمان وانت راح تعمد طفل بنتك او ابنك هناك تبوس ايد القسيس، ونسيت خالص للرب إلهك تسجد واياه وحده تعبد، وتروح وتسيب مراتك تسجد وتسيب اهلك يسجدوا عادي خالص ولا في اي حاجه. ترضى على نفسك يا محترم، يا عديم الفهم، يا جاهل بالانجيل بكلمه ربنا، ان مراتك تروح بيت دعاره؟ مش هتمارس. لا ده مراتك شريفه، مش هتمارس دعاره، مش هتمارس زنا معاهم. على فكره انت عارف مراتك هتعمل ايه؟ مراتك يعني هتعمل حاجه واحده بس، هتروح عشان تتفسح. يا اللي رحت تتفسح انت ومراتك وعيالك، هترضى؟ امبارح كنت لما قاعد مع الاخ ده بتكلم معاه، فمعاه ولد مش مؤمن ارثوذكسي، فبقول له: لو مرات واحد راحت بيت دعاره بس مش بتمارس دعاره ولا بتشرب الخمره معاهم ولا بتعمل اي حاجه زيهم، زوج الست دي يرضى؟ انت ترضى كزوج؟ قال لي: لا طبعا، ده انا اطلقها، ده لازم تتطلق. قلت له: طب لو ما رضيتش تطلق؟ قال لي: اطردها بره، ما تنفعش تكون موجوده معايا. سمعت يا جاهل يا عديم الفهم؟
سمعت؟ ازاي انت هتقبل على مراتك انها تروح بيت دعاره؟ مش هتمارس دعاره، ولا زي ما قلت قبل كده، ولا هتشرب خمور، ولا هتعمل ولا سجاير، ولا تعمل زيهم. هي دي الكنيسه الارثوذكسيه الزانيه روحيا بالتبخير لصور العذراء والقديسين جوه. هي دي الكنيسه الارثوذكسيه بالنذر اللي بتقدمه اللي ما ذبح للاوثان للعذراء. هي دي الكنيسه الارثوذكسيه الصوم للعذراء. هي دي الكنيسه الارثوذكسيه بالتسبيح والتمجيد وشفاعه بانكار المسيح. هي دي الكنيسه الارثوذكسيه. فانت بتروح بكل وقاحه وانت مش فاهم، جاهل عديم الفهم، بتروح وتاخد عيالك وتروح يا عديم الفهم يا جاهل، وتروح هناك الكنيسه الارثوذكسيه. انا بتفسح، اصلي حماتي هتزعل مني، مراتي هتزعل مني. خلينا يا اخي يعني سلسين. خلاص خليك انت كمان سلس وسيب مراتك تروح بيت دعاره. خلاص بقى يلا بالمره، خليك انت بقى سلس وسيب مراتك تروح تبيت مع صاحبها كده مره في البيت. سلس بقى يلا بالمره. ما انت خلاص بقى، ما انت بقيت انسان خلاص قبيح، ما فيش اي مشكله. جاهل عديم الفهم. خلاص هترضى على نفسك يا عديم النخوه؟ هترضى انت على نفسك كده؟ ترضى على نفسك ان مراتك تروح تبات عند حد واحد صاحبها؟ هترضى على نفسك ان مراتك تروح بيت دعاره مش هتمارس بس تقعد تتفسح؟ هترضى؟ طب ازاي راضي على نفسك انت انك تعمل كده مع المسيح العريس بتاعنا؟ كانت عروسه للمسيح تعمل كده؟ ازاي تعمل كده؟ هو عزيزي المشاهد استيقظ وفوق. اسمع كده الحته الاخيره دي، امثال 7 عدد 24. والان ايها الابناء اسمعوا لي واصغوا لكلمات فمي. اسمع الكلام الرب بيقوله عشان تبقى مش جاهل ولا عديم الفهم. لا يمل قلبك الى طريقها. يا اللي بتقول اصل الكنيسه الروسيه فيها طقوس جميله، طقوس روحانيه. ايه الروحانيه اللي فيها؟ زنا روحي وارواح شيطانيه، وبتخرج منها بتسب وتشتم وتشرب سجاير، وعايز تقتل وعايز تتخانق وعايز تضرب، وافكار شريره ونجاسه وقله ادب. ايه اللي انت بتروح فيه روحانيه في الكنيسه الروسيه؟ عباره عن كنيسه زانيه روحيا. اسمع واصغي لكلام الرب. لا يمل قلبك الى طريقها. ما تخليش قلبك يميل لطريقها، ولا تشرد في مسالكها، وما تمشيش في المسالك بتاعتها. ما تروحش تقول يا عم ابني هناك، ولا روح هناك اصلا عشان عايز ارضي. عيب. امشي في طريق الرب. لان طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها اقوياء. الكنيسه الروسيه بهدلت ناس مؤمنين كتير جدا كانوا عندها، وطردتهم وودتهم جهنم بسبب ان خلتهم باعوا المسيح. تركوا الهاويه بيتها هابطه الى خضور الموت. عايز ما تبقاش جاهل وعديم الفهم؟ اصغي لكلام الرب، ما تمشيش في طرقها. لو مراتك جت خيرت قالت لك لو مش هتروح تعمد ابني هناك ولا بنتي انا هزعل منك، السرير لا طز فيكي. المسيح. لو حماتك او حماك او ابوك او امك او اختك اللي بتصرف عليك او اخوك او اي حد خايف منه، لا، المسيح يكفيني. المسيح ينبغي ان ذاك يزيد وانا انقص. حته بقى اخيره ملاحظه للي بيروحوا يخدموا هناك، يعني اللي بتروح تخدم في الكنيسه في المولد، هل عندك استطاعه ان لو حد واجهك وقال لك في شفاعه قديسين ولا لا تعرف ترد عليه بالانجيل؟ هل عندك استطاعه انك ما تبصش عليه القسيس وتقول لي اصل ده شيخ كبير في السن؟ طب ما بطرس كان كبير في السن في اعمال الرسل 10 ورفض ان كارينيوس يعمل له مطانيه احتراما، على فكره مش عباده. للرب لا تسجد ولا تعبد. هل عندك استطاعه وانت بتتكلم الناس عن المسيح تكلم عن المسيح بس، ولا هو تتكلم عن المسيح والقديسين والعذراء وده علشان اجذب الناس؟ تجذب الناس مين؟ انت بتكذب على الناس. بطرس لما بولس في اعمال الرسل 17 لما دخل ولقى الاله المجهول قال لهم الاله المجهول ده عندي انا اهو، وبدا يكلمهم عن المسيح. بعد كده مش يسكت، لا، الله لا يسكن في هيكل مصنوع بالايدي. يا عم اسكت. يعني بولس ده لو كان موجود معانا دلوقتي لو كان عايش لغايه دلوقتي كان دخل كده المولد بتاع العذراء بتاع مستورد او درونكا او اي مولد، وكان قال لهم يا جماعه احنا عايزين نهتف ونمجد المسيح. انا عايز اكلمكم على حد اللي ولدته العذراء. تعالى مين هو المسيح. بس خلي بالكم ما ينفعش نسبح للعذراء، تقدر تقول كده. بس خلي بالكم ما ينفعش نقدم نذر للعذراء، تقدر تقول كده. فبلاش تروح لانك هتودي نفسك في كارثه. انت بتبقى انت بص، انت بتحمل نفسك نير انت مش فاهمه، تحمل نفسك شر انت مش عارفه.
بتروح تكلم الناس عن المسيح وتسيبهم، يلا بقى يا جماعه انا كلمتكم عن المسيح، باي باي. طب ما تكمل له. ولا هي انت بترش الدم على القائمتين العتبه والقائمتين القائمتين العتبه العليا وتروح ماشي؟ لا، موسى لما جه رش على على العتبه العليا والقائمتين خرج الناس من مصر، خرج الناس من الوثنيه. هل تقدر تخرج الناس من الوثنيه؟ تخرجوا؟ ده بولس ما صبرش في اعمال 17 يفتحها وراها، ما صبرش. يا عم اصبر، انت لسه مكلمهم على المسيح، لحقت على طول كده تقول لهم ان لا تشبهوا لوط بذهب وفضه، وفي ناس رجعت من وراه. اللي عايز يرجع يرجع، قول الحق زي ما هو، مش قادر ما تروحش، اخدم كده في اللي الرب عايزك فيه، ما تقعدش تلف وتدور، كفايه بقى لف ودوران وكذب. عزيزي المشاهد، اخرج من الجهل وعدم الفهم. يا مؤمنين يا مصريين، انتوا للاسف الشديد ببهدلين اسم المسيح، عارين اسم المسيح بافعالكم الجهل وعدم الفهم. توبوا وارجعوا للمسيح، توبوا، تعالوا قولوا يا رب احنا غلطنا، سامحنا ان احنا رحنا عمدنا عيالنا او رحنا المولد عشان نتفسح بحجه نتفسح، احنا اسفين يا رب، سامحنا وطهرنا، واحنا يا رب بنتوب ومش هنعمل كده تاني. وسيبوا الموالد، بيوت الدعاره، الكنيسه الارثوذكسيه اللي مليانه دعاره وزنا روحي بعبادتها للعذراء مريم، بالصوم للعذراء مريم، بالندر اللي بتقدمه ليها، بالتسبيح، بالبخور، بالسجود قدام التمثال اللي عامله في اسيوط الاسقف بتاعهم للاسف الشديد المرتد على الايمان. سيبوا كل ده وامسكوا في المسيح واتبعوا المسيح بالحق، بالروح القدس والحق الانجيل. سلام.